كنت متزوجا وأكره زوجتي كثيرا، لدرجة كنت أود فقط أن تذهب إلى بيت أهلها وأبقى لوحدي، لكنها كانت تحبني وتهتم بي، لكني لم أكن أحبها وكنت أتعارك معها عن قصد. وفي يوم قالت لي: سوف أذهب لبيت أهلي، لكني لم أهتم لها، فقالت لي: لكن من سيغسل ثيابك ومن سيهتم بك؟ فقلت لها: أنت اذهبي وأنا أهتم بنفسي، لكنني كنت فقط أريد التخلص منها. وقبل أن تذهب حضنتني بقوة، ومع ذلك لم أهتم لها. وبعد ساعة رن الهاتف: هل أنت فلان؟ قال لي: ابنتك تعرضت لحادث. استغربت لأن لم يكن لدي ابنة، فأتاني الفضول للذهاب للمستشفى. وعندما وصلت كانت صدمتي الكبرى، رأيت زوجتي هي التي تعرضت للحادث وتوفيت. وبعدها سألوني: هل أنت والدها؟ قلت: لا، أنا زوجها. ثم تفقدت هاتفها فوجدتها كاتبة على رقم أبي من كثرة حبها لي. ومن يوم وفاتها عرفت قيمتها، وأحسست بفراغ كبير لرحيلها، ولم يعد أحد يغسل لي ملابسي، وأصبح المنزل في فوضى. كما أتعمد الاتصال على رقمها من أجل أن أرى اسم أبي وأبكي. لقد اسودت حياتي من بعدها، واليوم أنا نادم على كل لحظة كانت معي ولم أكن مهتما لها.